إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي مش كلنا عارفينه. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معي. أنا مش جاي النهاردة أقول إن الشيخ الشعراوي اتولد في قرية دقدوس سنة 1911 ولا أتكلم عن الحاجات اللي كلنا عارفينها، لكن النهاردة أنا جاي أتكلم عن لمحات في حياة الإمام مش كلنا عارفينها. أول لمحة كانت في حب الشيخ الشعراوي لابوه، وقد ايه كان صعبان عليه فقرهم وكان نفسه يساعده باي طريقه، وده اللي خلاه يكره انه يدخل المعهد الازهري في طنطا بعد ما خلص الشهاده الابتدائيه علشان يساعد ابوه، وده اللي خلاه برضه لما يجي يدخل امتحان القران بقى يقرا للشيخ بتاع لجنه الاختبار سطر ويفوت سطر بالمزوره، وده اللي خلى الشيخ رئيس لجنه الاختبار يعرف ان الواد ده عايز يسقط نفسه بالقصد، لان مفيش حد يقدر يعمل كده الا اذا كان متمكن من الحفظ جدا. ولما ساله عرف قد ايه هو بيحب ابوه وفهم القصه، علشان كده نجحه. ولما جه الشعراوي بعد ما نجح غصب عنه يشتري كتب، برضه خلى ابوه يشتري كتب ملهاش علاقه بالدراسه خالص، وبرضه ابوه كان عارف ان هو بيعمل كده علشان عايز يتهرب من التعليم، وقال له انا عارف ان انت مش هتحتاج الكتب دي كلها، لكن ربنا ينفعك بيها يا محمد. وكأن ربنا كان رايد لمحمد متولي الشعراوي انه يمشي في الطريق ده. وبعد ما دخل المعهد الازهري كان صاحبه البيت عندها بنات، فابوه خاف عليه وجوزه بدري. ولما جه الشيخ الشعراوي اتخرج من كليه اللغه العربيه وتعين في المعهد الازهري في طنطا، جاء واحد من زمايله كان بيحقد عليه جدا وكان نفسه يخفي الشعراوي من قدامه باي طريقه. راح رايح لشيخ المعهد وقال له الشعراوي محرج منك، متجوز ومخلف وعنده كم عيال في رقبته وحالته صعبه قوي ونفسه انك تساعده، بس خايف للناس تعرف عشان كده مش عايز يقول لك ولا عايز حد يعرف انه قال لك. الشيخ استغرب وقال له اساعده ازاي؟ قال له حط اسمه في كشوف الاعراض بتاعه الازهر. وفعلا يحط الشيخ اسمه ويكتم على الخبر علشان يلاقي الشيخ الشعراوي اسمه في البعثه اللي مسافره للسعوديه سنه 1950، ويروح السعوديه ويشتغل في جامعه ام القرى في مكه استاذ للشريعه، وكأن ربنا موديه علشان المهمه الخطيره اللي هتحصل. سنه 51 الملك عبد العزيز ال سعود يقرر قرار غريب جدا، يقرر انه ينقل مقام سيدنا ابراهيم من قدام الكعبه، لانه قال ان هو مضيق المكان، ويبني له مبنى كده في حته بعيد لوحده عشان لو اي حد عايز يزوره. وطبعا كل العلماء اللي كانوا موجودين يسمعوا ويطنشوا، ومجرد ما يعرف الشعراوي يقلب الدنيا، لدرجه ان كل اللي معاه في البعثه المصريه يقولوا له انت اتجننت، ده الملك عبد العزيز. يرد بقوه ويقول اذا كان هو الملك عبد العزيز فانا معايا الملك اللي ملوش ملك، ويبعت تلغراف من 5 صفحات كلفته كل مرتبه في الشهر ده للملك عبد العزيز بنفسه، وقال له ان امر نقل المقام مخالف للشريعه الاسلاميه، لان ربنا قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فازاي يتم نقله؟ واقترح الشعراوي اذا كنتوا شايفين ان هو زاحم الدنيا لانه كان موجود في مبنى من الخرسانه، يتم وضع مقام ابراهيم في قبه صغيره من الزجاج الغير قابل للكسر، وبالتالي مش هيضر حد، وتنقلب الدنيا في السعوديه. والكل خاف على الشعراوي لما عرفوا ان هو بعت التلغراف للملك عبد العزيز، الا ان الملك بمجرد ما وصلت له الرساله وافق على كل ما جاء فيها، واصدر قرار بعدم نقل المقام علشان يدين العالم الاسلامي كله لحد النهارده للشيخ محمد متولي الشعراوي بموقفه العظيم اللي وقف فيه قدام ملك السعوديه عشان ما ينقلش مقام ابراهيم، ويذيع سيره الشعراوي في السعوديه كلها ويحقق مكانه كبيره. وتيجي سنه 62 ويفضل قاعد في السعوديه حبها وحب اهلها ومش عايز يرجع لمصر ابدا. وتيجي الثوره وتمر الايام والسنين ونوصل لسنه 62، ويجي الملك فيصل يتخانق مع جمال عبد الناصر ويؤمر عبد الناصر بسحب البعثه المصريه من السعوديه علشان يرجع الشعراوي ويتعين مدير لمكتب شيخ الازهر الشيخ حسن مأمون. ولما الشعراوي رجع حس قد ايه في تسيب في مصر، وان فكره الشيوعيه بقت منتشره في كل مكان، ده غير الانفلات الامني والفضايح اللي الكل كان بيسمع عنها وساكت. لكن طبعا الشعراوي ما بيسكتش ويبدا يتهدد، والكل يحذره ان الوضع في مصر خطير ولازم يسكت، وهو مفيش فايده. وشيخ الازهر اللي كان بيحبه ما يلاقيش حل للشعراوي غير انه يبعته كرئيس لبعثه المصريين اللي رايحه للجزائر، اللي كان لازم لها بعثه لاعاده تعريبها من جديد بعد ما دمرها المستعمر الفرنسي فكريا ولغويا. ويرفض الشعراوي اللي قال مش رايح يعني مش رايح، مش هروح اصلح الجزائر اللي ما اعرفش عنهم حاجه واسيب بلدي هنا بايظه، انا اصلح بلدي احسن. وهنا تحصل له حاجه اغرب من الخيال، شاف رؤيه في المنام ان في واحد عجوز ابيض الوجه بيقول له مش عايز تيجي الجزائر ليه يا محمد؟ دورك هناك كبير جدا. وتتكرر الرؤيه مع الشيخ الشعراوي اكتر من 5 مرات، ويقرر الشعراوي انه يسافر على الجزائر. وبمجرد ما يوصل للجزائر تتعمل حفله كبيره لاستقبال بعثه الازهر، والشعراوي ما كانش عايز يحضرها لولا انه عرف ان الشيخ بالقايد وده كان اكبر داعيه في الجزائر هيحضرها بنفسه. والشعراوي كان
نفسه يتعرف عليه. وبمجرد ما الشعراوي يدخل ويلاقي الشيخ بالقايد قاعد وهو أول مرة يشوفه، يجري ويسيب البعثة المصرية كلها ويوطي على إيده ويبوسها، لأن طلع هو ده الراجل اللي شافه في الرؤية. وحضنوا هما الاتنين بعض وكأنهم يعرفوا بعض من سنين. ويقول له الشيخ بالقايد ما كنتش عايز تيجي ليه يا محمد؟ ويهز الشعراوي راسه ويبتسم، فيطبطب عليه الشيخ بالقايد ويقول له إن الأرواح جند من جنود الله، فمن تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ويقابل الشعراوي مصايب في الجزائر، منها إن كان في ملحدين كتير في التوقيت ده، وقابلها بكل حسم لتثبيت الناس على دينهم، لأن الوضع ده فعلا كان محتاج حد في قوة وصلابة الشعراوي. وينتهي الرئيس الجزائري من إنشاء سد غرين، ويروح الكل في افتتاح السد. ويقول الشعراوي اللي كان من ضمن المدعوين في افتتاح السد: لقيت الرئيس الجزائري بيقول عملنا سد غرين وسيحجز هذا السد كميات ميه مهوله، وبقول لكل الجزائريين سترووا زرعكم سواء امطرت السماء او لم تمطر، خلاص احنا عندنا ميتنا. الشيخ الشعراوي بيقول ما عجبتنيش الجمله دي، ربنا ما بيتعاندش لحد لما يحصل جفاف في الجزائر، المطر مش عايز ينزل، هو اصلا السد هيجيب ميه منين الا من ميه المطر. ويبدا الرئيس الجزائري هواري بومدين بانه عايز يشوف حل باي طريقه، فيروح رايح الشيخ الشعراوي ويطلب مقابلته ويقول له ان انا عندي الحل، لان الحل موجود في السنه النبويه. فيساله الرئيس هواري بومدين وايه هو الحل؟ يقول له لازم الجزائر كلها تصلي صلاة الاستسقاء. ويوافقوا الرئيس الجزائري على طول، وتحصل موجة سخرية كبيرة في الجزائر كلها من كل الملحدين والمشككين في كلام الشعراوي. ايه اللي بيقولوا الراجل ده؟ لدرجة ان كتير منهم قالوا طب احنا هنيجي في الجامع الكبير ونشوف الصلاة بتاعتكم دي هتعمل ايه. والشيخ الشعراوي نفسه بيقول لما اخبروني ان هواري بومدين هيقيم صلاة الاستسقاء في الجامع الكبير بعد يومين، قلت لواحد من زمايلي في البعثة احنا واقعين في مطب كبير وربنا يخرجنا منه على خير، ولن نخرج من هذا الموقف العصيب الا ان نفزع الى الله، وان احنا نصلي وندعي ربنا ان ما يفضحش اهل دينه ابدا. وده قدام اللي بيشككوا في دين ربنا وعايزين يطلعونا كذابين باي طريقه وهيضيعوا الناس باللي هيحصل. ويكمل الشيخ الشعراوي كلامه يقول وجه يوم صلاه الاستسقاء وقعدنا في الجامع الكبير ننتظر حضور الرئيس بومدين. فدخل الرئيس المسجد وكان هيقعد، قلت لوزير الاوقاف الجزائري اللي كان قاعد جنبي قوم قول للرئيس ان يصلي ركعتين تحيه للمسجد قبل ما يقعد، وقول له احنا جايين هنا نشحت من ربنا ونقول يا رب احنا جئنا لنفزع اليك. وذهب فعلا الوزير للرئيس بومدين وبلغه الرساله، فوقف وصلى ركعتين. وبيكمل يقول ثم صلينا صلاه الاستسقاء ولحيت على ربنا في الدعاء واتذللنا ليه، وبقيت بقول يا رب يا رب عشان الناس اللي جايه تشمت دي. خلصنا الصلاه من هنا، وبعد ما خلصنا الصلاه فضلنا قاعدين ساكتين وطال السكوت. فبصيت للي قاعد جنبي كده وقلت له هو احنا مستنيين ايه؟ قال له اسكت. قال له اسكت؟ اسكت ليه؟ قال له عايزنا نمشي نروح فين؟ قال له احنا مش خلصنا صلاه؟ قال له ايوه الدنيا متغرقه مطره بره، ازاي نمشي؟ مش لما المطر اللي بره تخلص. فاستغربت وقلت له انت بتتكلم بجد؟ فقال لي ايوه والله قوم بص بنفسك. وكانوا قاعدين مستنيين يجيبوا مظله علشان يخرج بيها الرئيس بومدين. فسجدت لربنا شكر وقلت اللهم لك الحمد، لن اخرج من هنا الا بعد صلاه العشاء، اللهم لك الحمد على انك رددت كيدهم في نحورهم. وهو بنفسه بيقول الحمد لله ربنا سترها معانا. وتيجي نكسه 67 واول ما يسمع الشعراوي خبر النكسه يصلي ركعتين شكر لله. ولما سالوا طارق حبيب في برنامج من الالف للياء اللي اتعامل مع الشيخ الشعراوي عن سر الركعتين اللي صلاهم بعد 67، قال له احنا كنا بعاد كل البعد عن ربنا، والجرائم الاخلاقيه كانت هزه مصر كلها، فحمدت ربنا اننا ما انتصرناش ونحن في احضان الشيوعيه، وتتغير مصر بموت الرئيس جمال عبد الناصر، ويجي الرئيس السادات اللي كانت في علاقه صداقه بتربطه مع الشيخ الشعراوي قبل وصوله للحكم، وينتصر الجيش المصري في 73 ويصلي ركعتين شكر لله ويقول سجدت لان النصر المره دي جاي من عند ربنا، واصوات التكبير كانت بترج سينا وتهزها. وفي اخر 73 يظهر الشيخ الشعراوي لأول مرة على التلفزيون المصري مع المذيع أحمد فراج في برنامج نور على نور، وكانت أول مرة المصريين يشوفوا الشيخ الشعراوي ويسمعوا له. وبالرغم من لغته العربية ومصطلحاته القوية إلا إن تعبيرات وشه وحركات إيديه واندماجه حببت المصريين كلهم فيه. وطبعا عشان القبول ده بتاع ربنا يتعلق المصريين كلهم بالشيخ الشعراوي. وفي سنة 74 يطلب السادات من الشعراوي إن يعمل برنامج تلفزيوني عن الخواطر اللي كان دايما بيقول
بيقولها الشعراوي لما كان بيقابله قبل وصوله للحكم، ويشرح فيها آيات ربنا علشان تبقى خواطر الإمام الشعراوي أهم حاجة بقت تربط المصريين كلهم على اختلاف الأجيال والوطن العربي كله. وتيجي سنة 76 ويطلب الرئيس السادات من الشيخ الشعراوي إن يتولى وزارة الأوقاف في وزارة ممدوح سالم، ويرفض الشعراوي رفض قاطع، إلا إن السادات أصر على وجوده وقال له لو أنت شايف إن الأوقاف فيها غلط وفساد صلحه. ويتولى الشعراوي وزارة الأوقاف ويحط مكتبه جنب باب الأوضة، ولما يقولوا له إيه اللي خلاك تحط المكتب جنب باب الأوضة يقول لهم عشان أنا عارف ومتأكد إن أنا مش قاعد هنا كتير. ويبدأ الصراع من أوله. يقف الشعراوي قدام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي المفروض إن هو بيتبع وزارة الأوقاف، لكن للأسف رئيسه ما كانش بيرجع لوزير الأوقاف في أي شيء. ويقف الشعراوي قدامه، والراجل ده كان بيقول على نفسه إن محدش يقدر يعمل لي حاجة. ولما الشعراوي وقف قدامه جابوا الشعراوي وعملوا له استجواب بتهمة التقصير في محاسبة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ويجي الشعراوي يقف تحت قبة البرلمان بخطى ثابتة ويقلب الاتهام الموجه إليه إلى تأييد ساحق بالأدلة والمستندات في واقعة مهمة جدا بس يطول شرحها ولا داعي لذكر تفاصيلها، لكنها موجودة للي عايز يشوفها. ويجي في مرة الشيخ الشعراوي يسافر لإيطاليا مع وفد مصري رفيع المستوى، وكان فيه شيخ الأزهر ورئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء. ويبص الشعراوي يلاقي إن شيخ الأزهر دخوله وترتيبه وجلوسه في آخر الصفوف، لأن بروتوكوليا كان شيخ الأزهر غير مصنف وظيفيا خالص، على عكس بابا الفاتيكان اللي كان بدرجة رئيس جمهورية. ويغضب الشعراوي لرفعة الإمام الأكبر ورفعة الأزهر الشريف، وبمجرد ما يرجع يقابل الرئيس السادات ويطلب منه إن لازم الإمام الأكبر شيخ الأزهر يكون في المكانة اللي يستحقها. ويصدر الرئيس السادات قرار برفع درجة شيخ الأزهر إلى درجة رئيس وزراء ولا يعزل من منصبه مدى الحياة، في خطوة جريئة تحسب للشيخ الشعراوي. وفي سنة 77 وبسبب الصراعات الكبيرة اللي واجهها الشيخ قدم استقالته للرئيس السادات وقال له مش هقدر أكمل في منصبي وهتفرغ لتفسير كتاب الله. وفعلا بعديها بكام يوم تم تعديل وزاري وطلع الشعراوي من الوزارة علشان يتفرغ الشيخ الشعراوي لتفسير كتاب الله. وبقت شعبية الشيخ الشعراوي تفوق الخيال، وما اعتقدش ان في حد في الوطن العربي ما ارتبطش وتعلق بخواطر الامام. وتحصل معاهدة السلام وتحصل مشكلة اكبر بسبب الشيخ الشعراوي للدرجة اللي خلت مناحم بيجن يشتكي للسادات من الشعراوي بسبب تفسيره لسورة البقرة وشرحه لافعال اليهود في القرآن، وخصوصا لان شرح الشعراوي بسيط وكل المصريين بدأت تفهمه وتتعلق بيه. وبعت رسالة مع وزير الخارجية بتاعه قال فيها لا أمل للسلام مع إسرائيل إلا إذا حذف المصريين الآيات القرآنية التي تهاجم اليهود في القرآن. وهنا يقسم الشعراوي بالله إن هو مش هيتوقف عن كلامه حتى لو أدى الكلام ده لموته. وتكتب الواشنطن بوست على صدر الغلاف بتاعها أسكتوا هذا الشيخ، ويتعمل مؤتمر للشعراوي ويرد فيه بكل قوة وقال فيه 3 كلمات والله ماني ساكت. ويتوقف برنامج الشعراوي لفترة كبيرة ويعود تاني البرنامج بعد ما الدنيا هديت في أول الثمانينات. ويتوفى الرئيس السادات ويجي عصر الرئيس مبارك وتدخل مصر على أكبر موجة لشركات توظيف الأموال اللي استغلوا كويس جدا وجود الشعراوي وحب مصر كلها ليه في الدعاية لأهدافهم. والشعراوي فعلا اتحمس لهم ودافع عنهم لأنه كان فاكر إن هم هينتهجوا نهج إسلامي في المعاملات المالية، لغاية لما حصلت المشاكل الكبيرة وانتهت الشركات دي بسجن البعض وهروب البعض الآخر بره مصر. ويدخل عصر الإرهاب وتزيد العمليات الإرهابية بشكل كبير، ويقف الشعراوي بمنتهى قوة وحزم في مواجهة الأفكار الإرهابية المتطرفة ضد الجماعات التكفيرية. ويقول خطبته الشهيرة اللي هزت العالم العربي كله: من قال أن مصر أمة كافرة إذن فمن المسلمون. مصر صدرت علم الإسلام للدنيا كلها، صدرته حتى للبلد اللي نزل فيها الإسلام. وتهز خطبته دي الدنيا كلها، وقد إيه كل العالم شافه وهو متحمس وبيتكلم بكل ذرة في كيانه وفي قلبه وفي عقله. وتيجي التسعينات ويبدأ الشيخ يكبر في السن، وبالرغم من كبر سنه ومرضه اللي كان بيزيد كل يوم عن التاني، إلا إن كل ده ما وقفوش إن يكمل تفسيره لكتاب الله اللي كان نفسه ينتهي من تفسيره بالكامل، وكان وصل للجزء 28 فيه. وناس كتيرة حكت عن مواقف جميلة حصلت لهم مع الشيخ الشعراوي، زي الدكتورة عبلة الكحلاوي اللي حكت حكاية جميلة جدا وقالت: جوزي كان في مركز مرموق وكنت بحبه جدا، ومرض كبير قبل ما يموت، وبعد ما مات وساب لي مسؤولية كبيرة بقيت ليل نهار بعيط وبدعي ربنا دعوة واحدة بس: يا رب طمنا عليه، يا رب اديني علامة بس انه مقبول. وازيد واعيد في الدعوة دي. وبتقول في مرة صليت الفجر وانا بعيط وبدعي نفس الدعوة، وفضلت ادعي ربنا حتى بعد ما خلصت صلاة وسجدت ودعيت ربنا نفس الدعوة لغاية لما التعب غلبني ونمت.
على السجاده. شفت رؤيه ان في قصر كبير قدامه خضره وزرع كبير جدا، وفي حد قاعد على باب القصر دون ماسك مصحف وبيقرا قران، وكنت عايز اعرف ده قصر مين، فقربت وقربت لغايه لما لقيت نفسي قدام اللي قاعد بيقرا قران، واذ بيه يطلع الشيخ الشعراوي. فسلمت عليه وقلت له ده قصر مين ده يا مولانا؟ قال لي ده قصر جوزك. بتقول ففرحت قوي وكنت عايز ادخل، فلقيته بيقول لي انت رايحه فين؟ قالت له انت مش بتقول ان ده قصر جوزي؟ هدخل له. لقيته بيقول لي لا مش دلوقتي، اصبر. وصحيت من النوم وانا قلبي فرحان والضحك على وشي، وبقول والله لا اروح لمولانا الشعراوي احكي له على الرؤيه دي. لسه بلبس هدومي لقيت تليفون بيرن في البيت بتاعي وبيقولوا لي ده الشيخ الشعراوي على التليفون. بتقول فقلت سبحان الله، ومسكت التليفون وقلت له والله يا مولانا بلبس وجايالك. لقيته بيقول لي المهم اطمنت عليه وعرفت راح فين؟ بتقول السماعه وقعت من ايدي ورجعت مسكتها تاني وانا بعيط، ولقيته بيقول لي بحلفك بالله اوعي تحكي الرؤيه دي لحد طول ما انا عايش، وغيره وغيره من الحكايات الجميلة اللي بنسمعها عن الإمام. ويبدأ المرض يشتد عليه، وتيجي الأيام الأخيرة في حياته اللي ولاده بيحكوا عنها بنفسهم وبيقولوا آخر أيام في حياته ما كانش لا بياكل ولا بيشرب، وكل ما يقولوا له نجيب لك تاكل ولا تشرب يقول لهم آكل إيه ما أنا لسه واكل. وتيجي الليلة الأخيرة من حياته وولاده بيقولوا أصر على استدعاء المهندس اللي بيبني له الجامع بتاعه، وقال له عايزك النهاردة تخلص لي اللحد اللي هتدفن فيه والصبح يبقى جاهز، ووعده وقال له حاضر يا مولانا. وفي نفس الليله بالليل يوم 17 يونيو سنه 98 ولاده بيقولوا لقيناه بيرفع ايده للسماء وهو مبتسم وبيقول كل ده عشاني، كل ده عشاني، انا استحق كده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. ويموت الشيخ الشعراوي بعد ما عاش 87 سنه حبوا فيها الصغير قبل الكبير، ويترحم عليه اللي ما يعرفوش قبل اللي يعرفه. وكل يوم وكل ساعه بنسمع حكاويه اللي الواحد جسمه بيقشعر لما بيسمعها، واللي كان خفيها طول حياته، واللي كان بيوصي اصحابها انهم ما يقولوش عليها طول ما هو عايش. ياما في ناس عايشين حوالينا لو واحد منهم دعالك دعوه ممكن تلمس السماء. في ناس كتير ممكن ما يكونوش مشهورين في الارض ولا معروفين، بس اسمهم في السماء كبير، مش بالغنى والفقر ولا بالجهل والعلم، بحاجه واحده قالها ربنا الا من اتى الله بقلب سليم. الموضوع قلب سر يعني، ومحدش هيشوفه ولا هيعرفه الا اللي خلقه. وامتنا فيها ملايين الشعراوي، مش شرط ان هم يكونوا نجوم اعلام او حتى مشهورين او نكون حتى احنا عارفينهم، بس ملائكه السماء كلهم عارفينهم. ولو ليله الناس دي تعبت الملائكه اللي بتسال عنهم. والشيخ الشعراوي مفيش حد شافه او عاشره او حتى سمع عنه الا لما حبه، وعاش وسطنا الشعراوي لغاية لما رحل في سلام واستحق لقب إمام من أئمة الإسلام.